تسلل الكلب بهدوء نحو المرأة ليغطيها بالبطانية، وقبل أن يغادر حتى أنه أطفأ النور. لكن في صباح اليوم التالي كانت المرأة غاضبة جدا لأنها لم تفهم كيف دخل كلب إلى منزلها. في الحقيقة كان هذا الكلب كلبا ضالا يبحث عن طعامه يوميا في القمامة، ويتعرض كثيرا للتهديد من الكلاب الأخرى، وفي النهاية كان يضطر للتخلي عن الطعام الذي وجده بصعوبة. لكن في ذلك اليوم التقى بصبي، وهذا اللقاء غير مصيره تماما. تبادلا النظرات، وكان في عيني الكلب شيء أشبه بالسحر جذب الصبي. ولكن في اللحظة التالية اختفى الكلب فجأة. شعر الصبي بالحيرة، إذ أن الكلب اختبأ في فتحة بالجدار من الخوف. اقترب الصبي من الحفرة ليرى، فوجد الكلب مختبئا في الداخل لا يجرؤ على التحرك. فقرر وضع بعض حبات الفراولة قرب المدخل، وقد كانت هذه الحيلة فعالة، إذ سرعان ما أخرج الكلب رأسه ليلتهم الفراولة، مما أبهج الصبي كثيرا. لكنه ما إن نظر إليه مرة أخرى حتى وجد أن الكلب قد انسحب مجددا إلى الداخل، ولم يكن أمامه سوى أن يغادر. وعندما كان عائدا إلى منزله مع أخته كان الكلب يتبعه بصمت وخفة. لاحظ الصبي ذلك في النهاية، فوضع بضع حبات فراولة على الطريق آملا أن تساعد الرائحة الكلب على تتبعه. وعندما صعد إلى الحافلة لم يرى الكلب، لكنه لم يكن يعلم أن الكلب كان قد صعد خلفه بالفعل. لقد تبعه طوال الطريق دون أن يلاحظه.